وفاة الفنانة نيفين مندور، من هي وكم عمرها وما سبب وفاتها؟ لكن قبل ذلك لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة فضلاً وليس أمراً. أعلنت مصادر فنية صباح اليوم وفاة الفنانة نيفين مندور في حادث مأساوي بعد اندلاع حريق ضخم في شقتها بمنطقة العصافرة بمدينة الإسكندرية، ما أسفر عن مصرعها قبل وصول فرق الإسعاف إلى مكان الحادث بعد أن تأثرت بشدة باختناق الدخان. نيفين من مواليد 16 يونيو 1980، وقد رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز 53 عاماً بعد أن تركت بصمتها الواضحة في قلوب جمهورها من خلال أدوارها الفنية. كانت الراحلة قد بدأت ارتباطها بعالم التمثيل منذ سن مبكرة، وارتبط اسمها بشكل خاص بدورها المعروف في حاء في فيلم اللي بالي بالك عام 2003 بطولة النجم محمد سعد، وهو الدور الذي صنع لها شهرة واسعة في السينما المصرية. نيفين شاركت أيضا في عدة أعمال تلفزيونية ومسرحية، وقد تركت عالم الفن بعد غياب طويل عن الأضواء قبل سنوات، لكنها بقيت في ذاكرة الجمهور بموهبتها وطابعها الفني الخاص. يأتي هذا الخبر الصادم وسط حالة من الحزن في الوسط الفني وتفاعل واسع من المتابعين الذين عبروا عن ألمهم لفقدانها بهذه الطريقة المأساوية، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة لها. اللهم ارحمها وأسكنها فسيح جناتك، وأسأل الله أن يلهم ذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.